السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل فينو اقتصادي بدون حليب، هنعمله بميه بس، وهنعمل كمان بمعلقتين زيت ومعلقتين سكر. واللهم بارك، الفينو طلع معانا طري وهش جدا وخفيف، وكمان انا سويته على عين البوتاجاز من فوق، ما دخلتوش فرن خالص، وعطى اللون الجميل اللي انتوا شايفينه. تابعيني بقى علشان تعرفي هو عطى لون ازاي من غير ما نقلب الفينو. واللهم بارك، الفينو كمان طري وبجد تحفه. انا عايزاكي بجد تجربيه بس بعد ما تشوفي الخطوات كامله. ويا ريت بقى لاول مره تشوف قناتي يا ريت تدعميني باللايك واشتراك للقناه علشان يوصلك مني كل جديد. انا النهارده هعمله معاكم زي بتاع الافران. هعمل في الاول محسن طبيعي للفينو، هيخلي بقى الفينو خفيف جدا زي اللي احنا بنشتريه وبدون حليب. وكمان انا سويته بجد بجد من غير فرن خالص. في الاول كده انا ضفت ميه عاديه خالص من الحنفيه 200 جرام، وضفت عليها نص معلقه خميره فوريه، وضفت كمان نص معلقه بيكنج باودر، وضفت كده معلقتين دقيق. لقيت القوام خفيف فضفت معلقتين تاني لحد ما القوام تقل معايا شويه. هسيبه بقى المحسن كده ربع ساعه لحد ما يشتغل ويتفاعل علشان يخمر معايا الفينو على طول. الخطوة دي مهمة جدا، لازم تعمليها لو مش هتضيفي حليب. انا عملته معاكم اخر مرة بالحليب، طلع تحفة، وكل اللي بيجربه بفضل الله بيطلع معاه ناجح 100%. بإذن الله هتجربي طريقة النهاردة وهتعجبك جدا. بعد ربع ساعة ضفت عليهم الزيت 3 معالق كبار، وضفت كمان نص معلقة خل. الخل فايدته ان هيخليه خفيف جدا زي اللي احنا بنشتريه. وبعد ما ضفت كده نص معلقة الخل عمل مع المحسن كده زي الفوران، وبقت كده خفيف جدا المحسن. ضفت بقى ربع كيلو دقيق نخلاه كويس في الاول، وضفت كمان رشة ملح بسيطة، ما تنسيش الملح، بس الملح ما جاش معايا في التصوير. وهقلب بقى كده بالمعلقة في الاول، وبعد كده هنزل بايدي علشان اظبط العجينة. كل مرة بنعجن العجينة يابسة ونحتاجت معانا مية بننزل واحدة واحدة. بس اللي حصل معايا المرة دي ان انا نزلت كده ب 200 جرام مية، فطرت معايا العجينة، فجبت لها معلقتين دقيق وبيبس العجينة، بس مش محتاجة ان انا يبسها قوي. اول ما تتماسك كده هشيل المعلقة، وبعد كده هنزل التها بايدي. العجينة مش هتحتاج معايا المرة دي ان انا اطريها، علشان انا اصلا مش هيبسها قوي. هي هقولك هي اخدت معايا دي قد ايه. بس لو هتعجني يا ريت ما تنزليش بال200 جرام في الاول. لو هتعملي ربع كيلو انزلي ب150 جرام، وبعد كده خليها يابسه. ونحتاجت معاكي ميه ممكن تنزلي معلقه معلقه كده تطري في العجينه. انا شلت المعلقه اول ما العجينه اتمسكت علشان قلبت العجينه. العجينه فيها تلزيق بس على بسيط. خدمت بقى العجينه. عجينه الفينو ما بتكونش عجينه يابسه قوي ولا عجينه طريه قوي، بتبقى عجينه كده في الوسط، بتبقى فيها تلزيق على بسيط علشان الفينو ما يبقاش كاتم، يبقى خفيف. وكمان في نفس الوقت العجينة اتخدمت ونعمت. خدت معايا دي قد ايه؟ خدت 50 جرام، يبقى المقدار بتاعي كده 300 جرام. المقادير زي ما هي ما اتغيرتش، بس سكره كان خفيف جدا. لو حابه بقى يبقى مسكر معاكي هتضيفي بقى معلقتين تاني. انا ضفت معلقتين في الاول، يبقى انت هتضيفي بقى لل 300 جرام 4 معالق كبار. اهم حاجه يا جماعه في اي معجنات هي العجين. اظبطي بس العجينه، ما تخليهاش يابسه عشان ما يبقاش كاتم معاكي، وما تخليهاش طريه قوي يعني تفرش معاكي. خليها كده في الوسط. انا هقطع بقى العجينه على طول، مش هسيبها تخمر غير مره واحده بعد التشكيل. هعمل بقى حجم القطعه كده قد الليمونه الوسط. على الميزان هتبقى 55 جرام. هتقطعي بقى الكميه كلها وتغطيها على طول بكيس عشان ما تعملش معاكي طبقه ناشفه على وش العجين. انا عملت كده 300 جرام، عملتهم 14 قطعه، واللهم بارك حجمه كان جميل جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. يا ريت لو لسه بتشوفيني يا ريت تدعميني بلايك جميل منك. انا كده غطيته بكيس، وهاخد اول قطعه. العجينه ما شاء الله طريه بس ما فيهاش تلزيق خالص. الفرد سهل جدا جدا، واي حد يقدر يعمل الفينو حتى لو لاول مره يعمله. اهم حاجه بس تشوفي الخطوات كامله. وبجد انا عايزاكي تجربيه، هينفعك كتير وهيوفر لك كتير. للمدارس بدل ما كل يوم هتشتري فينو، لا هتعملي الفينو على عين البوتاجاز وهيطلع معاكي تحفه. اهم حاجه بس خطوات العجين تكون معاكي مظبوط علشان الفينو يبقى معاكي طري وهش، وكمان ما يكونش كاتم. انا كده بفرد معاكم القطعه على شكل طولي، وبعد ما فردتها بلفها. وانا بلف كده كنت بضغط على اللفات وبشد لورا علشان يبقى فيه طبقات كتيره، وكمان ما يكونش فيه فراغات خالص من جوه. وبعد كده بقفل بقى الفينو. التقفيل سهل جدا، بنقفل الطرفين وبعد كده بنجيب الوسط كده. وبعد كده بنلفه ونشيله بقى ونحطه على التقفيله. اهم حاجه التقفيله تكون مقفله كويس علشان ما يفكش معاكي اثناء السوى. هعمل معاكم قطع كمان. العجينه لو طريه وفيها تلزيق
بمسحه بسيطه زيت هتحطيها تحت العجينه، وبعد كده تفردي، ما تكتريش زيت علشان تعرفي تفرديه ما يلمش معاكي تاني. وكمان ساعه ما تيجي تقفل يتقفل معاكي الزيت، لو كتير مش العجينه هتيجي تقفليها مش هتتقفل معاكي خالص. لو لقيتي بقى مفيش تلزيق هتشتغلي على طول. وانتي بتلفي اضغطي على كل لفه بتلفيها علشان ما يبقاش فيه اي فراغات من جوه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. طريقته سهله جدا لاي حد يقدر يعمله، ما فيهوش اي حاجه صعبه. وكمان لو ما عندكش بقى فرن ولا فرن البوتاجاز شغال، هتشتغلي بقى على طول على عين البوتاجاز وهتسويه وهيطلع معاكي تحفه. الصينيه او الطاسه اللي انت هتسوي فيها ما تكونش ممسوحه اي ماده دهنيه، الفينو بيسوي نفسه. بعد بقى ما تخلصي خالص بتغطيه بكيس وهتسيبيه لما يخمر علشان هتقومي تسويه. انا كده خلصت الكميه، انا عملت كده 14 قطعه اللهم بارك، حجمهم كان تحفه. هغطيهم بقى بكيس وهسيبهم لما يخمروا. مش عايزاكي بقى تستعجلي، سيبيه لما يخمر. انا كده سبته نص ساعه، لما زاد قمت بقى علشان اسويه. شغلت البوتاجاز وحطيت الصينيه. اول ما حطيت الصينيه وطيت النار خالص. الفينو ما بياخدش وقت خالص على البوتاجاز، بس اهم حاجه تمشي على نفس خطوات السوا علشان يطلع معاكي مظبوط. احنا بنعمل خطوتين. اول خطوه انا بغطي الفينو اول ما بحطه على البوتاجاز، وبالغطا كده بحط فوطه علشان نسوي اول خطوه. انا حطيت الفوطه اول خطوه علشان الفينو اول ما بيستوي هيطلع بخار، ممكن يعجن معانا الفينو. تاني خطوه انا جبت صينيه واسعه غير الصينيه اللي انا بسوي فيها، يعني الصينيه كده القعر استوى، حطيت بقى صينيه كبيره وقلبت الفينو كده لازق في الصينيه اللي فوق. الصينيه اللي هي على البوتاجاز حطينها بقى كده بتدي سخونه بترد كده في وش الفينو، فهيديكي لون موحد كأنك خبزاه في الفرن لو ما عندكش فرن. بجد انا فرن البوتاجاز مش شغال خالص، انا سويت زي ما قلتلك على عين البوتاجاز. التسويه كانت تحفه، بس اهم حاجه تنتبهي للسوا من تحت علشان هو عطى لون جامد معايا من تحت. انتي هتوطي النار خالص، هو ما بياخدش غير دقيقه واحده وتقلبيه بقى تلاقيه نفخ معاكي كده واستوى ولون العجين اختفى. بتجيبي بقى صينيه واسعه وبتقلبيه فيها. قبل ما تقلبي الفينو في الصينيه التانية هتدهني الوش في الاول بشويه حليب، وبعد كده هتقلبيه على عين البوتاجاز. الصينيه بقى هتسخن وهتطلع درجه حراره للوش، هتديكي بقى اللون الذهبي اللي انت شايفاه. واللهم بارك الفينو كمان طري جدا بعد السوا، يعني الفينو مش بينشف خالص على عين البوتاجاز. هتجربيه بنفسك، بس اهم حاجه تلتزمي بيه الخطوات وتمشي عليها مظبوط. بجد انا ما بكدبش عليكم، انا فرن البوتاجاز عندي مش شغال، والفينو اللي قدامكم والله انا ما سويته الا على عين البوتاجاز من فوق، ما سويتوش في الفرن خالص، هو عطى لون بس من تحت. وزي ما قلت لك هتنتبهي بقى للسوا، ما بياخدش وقت خالص، وكمان السوا من جوه بجد تحفه. اتمنى بقى ان يكون شرحي بسيط، واتمنى ان تعملي بلايك.